انا كنت جاي اتكلم مع حضرتك شويه يا طنط. انت تيجي في اي وقت، البيت بيتك. هو حضرتك ليه ما جيتيش الخطوبه؟ عماد قال لي انك كنتي تعبانه سلامتك. لا، ما كنتش تعبانه. كنت زعلانه ان انتوا ما قدرتوش عماد، وكان المفروض تعملوا جبنيوت. عماد مش قليل يا جان. عندك حق يا طنط، انا لو مكانك فعلا ازعل جدا، بس صدقيني انا المواضيع دي مش في ايدي، القرارات في ايد بابا. وانت مالكيش راي؟ ازاي؟ ليا طبعا، بس عندي حدود يعني ما اقدرش اتعداها. وبعدين انا مش شايفه ان الموضوع مهم قوي علشان اعمل مشكله مع بابا. المهم ان انا وعماد اتخطبنا، مش فارقه بقى حته الورقه دي. حضرتك فاهماني؟ فهماكي. مش عايزه تقولي لي حاجه يا طنط؟ انت عايزه تقولي لي حاجه؟ في الحقيقه انا ما غصبتش عماد يعمل لي اي حاجه. يعني اي حاجه عماد بيعملها علشان بيحبني وانا بحبه، واحنا بنحاول نتفق ونتفاهم على كل حاجه. وموضوع الشقه ده انا اتخانقت مع بابا عليه، بس هو قال لي كده: عماد لو ما جابش شقه في مصر الجديده سيبي. وانا مش عايزه اسيبه، وعماد ما يقدرش يسيبني. بعدين يعني يرضي حضرتك ان احنا نسيب بعض؟ والله انا مش فاهمه ليه ابوكي رجع في كلامه. عايزني جنبه. وما قالش من الاول ليه؟ شوفي يا طنط، لو حضرتك مش هتسيبي الشقه دي بارادتك، ارجوكي ارجوكي ما تسيبيهاش. انت ايه رايك يا جان؟ حطي نفسك مكاني. لو انت مكاني هتعملي ايه؟ هدور على سعاده ابني طبعا، زي ما ماما وبابا بيعملوا معايا بالظبط. انت رايك كده؟ اكيد، اي اب وام بيحطوا مصلحه اولادهم اولا، بعدين بيبقى عندهم وجهه نظر كده، يعني انهم مش هيعيشوا قد اللي عاشوه. كتر خيرك يا ستي، ما انا كده كده ربنا هياخدني. ليه كده يا طنط؟ ليه؟ بعد الشر عنك، حضرتك فهمتيني غلط، انا ما اقصدش كده خالص. انا قصدي ان اكيد اللي يسعد عماد يسعدك، مش هو اغلى حاجه عندك؟ صح؟ صح. مبروك عليك يا عماد يا جان. انا ملاحظه يا طنط من ساعه ما جيت ما قلتليش مبروك. اديني قلتها لك يا ستي. الله يبارك فيكي. بس انا في حاجه مهمه عايزه اقولها لحضرتك، ارجوكي ما تتسببليش في اي احراج تاني. اللي انا حسيته ان حضرتك ما جيتيش الخطوبه ده عمل لي مشكله. اعتقد ان وجهه نظري وضحت، صح؟ خليكي يا طنط مكانك، انا عارفه البيت ده كويس قوي.